تعليم عالي بالاساس استاذ تعليم عالي. انت متغش من استاذ جامعي اسكندر؟ متغش. تحب استاذ تعليم عالي؟ استاذ تعليم عالي. استاذ تعليم، رغم اللي سالتني قبيله قلت لي مازال فما تعليم عالي. بون اي بيان سور. سي زياد، خلينا ساعه نعاودوا نوضحوا شويه صوره للناس اللي قاعده تسمع فينا. اطار او الاطار العام للاضرابات هذه، الاحتجاج نتاعكم بالاساس يصير على ظروف عمل بما فيها لاغري سالاريال في الوظيفه العموميه. تقولوا لي فما عدم احترام للغري هذه او الجدول هذا من قبل وزاره التعليم العالي. جمله من المطالب عندكم خلتكم او على الاقل عدد معين من المؤسسات، تقريبا 19 اتابليسمون، تزيد انت تاكد لنا الموضوع. وصلوا قرابه 60 مؤسسه الان. اليوم وصلوا ل 60 مؤسسه جامعيه دخلوا في الاضراب هذية. وقع تاجيل الامتحانات، امتحانات الطلبه. فما شكون اعتبر الوزاره عبرت على هذايا من بعد، برشا ناس كيف اعتبروا لتاجيل هذايا فيه نوع من الاعتداء على حق الطلبه في انهم يعديوا امتحاناتهم بشكل عادي وما يدخلوش في الحسابات هذيا ما بين السلطات الرسميه والاساتذه. عطينا الاطار العام لهذا الكل ساعه وتوضيح للي صار. شكرا. الكلام هذا كان يكون صحيح لو كان مرينا مباشره الى الاضراب الاداري. احنا نحب نقول انه منذ سنه 2015 واحنا نحاولوا بجميع المساعي الحضاريه والسلميه انه نحلوا حوار مع سلطات الاشراف حول الوضعيه السيئه للجامعين. كنا أول ناس اللي رسلنا الحكومة ورسلنا الوزارة حول مشكلة أساسية هي غياب دولة القانون والمؤسسات، لأنه الدولة هذه ما هيش قاعدة تحترم في سلم التأجير بالنسبة للوظيفة العمومية. بعثنا لهم العديد من المراسلات، طلبنا العديد من المقابلات، كانت فما أبواب موسطة. من بعد مسار تشاوري معناتها مئات المؤسسات الجامعية ومعناتها صبر آراء الجامعين، قررنا أن ندخل في مسار نضالي دستوري قانوني تصاعدي. فكان إضراب بيوم شاركت فيه أكثر من 100 مؤسسة جامعية، ثم وقفة احتجاجية تنديدا بتصريحات الوزير المهينة للجامعين اللي صرح بصريح العبارة، قال احمدوا ربي تخدموا في نهارين وتاخذوا في شهرية، واتهم الجامعين أنهم يسرقوا في الساعات الزايدة. قمنا بوقفة احتجاجية، كانت الأبواب المسدة، الأبواب الحديدية المسدة، ما كانش فما حتى حوار. قمنا بإضراب لمدة يومين، ثم لوحنا بالإضراب الإداري السنة الماضية في جوان، وبعد اجتمعنا وخيرنا التريث وإعطاء الفرصة للوزارة من جديد حتى تراجع نفسها وتحترم القانون. ما كان فما حتى رد من الوزارة، وكنا منذ شهر أكتوبر ونحن نلوحوا بالإضراب الإداري السنة هذه، وبطبيعة الحال ما كانش فما حتى تجاوب من الوزارة. دونك لو كان جينا احنا في أول مرة وقلنا باش نعملوا إضراب إداري هكا من غير المسار التصاعدي هذا، ربما يكون. ونحب نأكد أنه ماناش نحن اللي قاعدين نرتهنوا في الطلبة، وإنما الوزارة هي اللي ترتهن في الطلبة. وصلتوا حتى قدمتوا قضيه يظهر لي بالوزير احنا قدمنا الى حد الان 3 قضايا بالوزير. فما اخرهم لا ديرنيير روندات نهار الاثنين 8 جانفي. نهار الاثنين 8 جانفي قدمنا 2 قضايا بوزير التعليم العالي، لانه وقت اللي الجامعي كي نقولوا احنا الحقوق هي المواطنه هي القيام بالواجبات أيضا والدفاع عن الحقوق. فإحنا مارسنا حقنا الدستوري بطريقة منظمة ودخلنا في الإضراب هذايا. كان رد الوزير التهديد والوعيد وتأديب الأساتذة الجامعيين. والله نحس معناتها بالأسف أنه وزير التعليم العالي يهدد بتأديب الأساتذة الجامعيين، واتخذ مسار اللي هو ينفي فيه الحق الدستوري للإضراب، حيث أنه يدعو من خلال مراسلة أعطاها لرؤساء الجامعات إلى تفسير معناتها استفسارات كيستيونير، ثم الإيقاف على العمل وحتى الرفض. ومش هذه الطريقة اللي وزير التعليم العالي مفروض الرفض بالنسبة للمتعاقدين، مش للمتعاقدين، إيقاف على العمل ثم اضطرت في حالة عدم الاستجابة. احنا اليوم رانا نمارسوا في حقنا الدستوري، نمارسوا في حق الإضراب، ونتيجة إغلاق الأبواب. ومن بعد نجم حتى نفسر للرأي العام علاش احنا قمنا بالإضراب هذا وشنو الأسباب نتاعو، باش الرأي العام يفهم أكثر وباش الأولياء يفهموا أكثر وباش الطلبة يفهموا أكثر. مش نوضحوا شوية للناس الإجابة شنو هي بالضبط. معناتها اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين اليوم مربوط بأي نقابة؟ معناتها الناس تعرف اللي فما 3 نقابات كبرى في البلاد، أو فما النقابة أو الاتحاد العام التونسي للشغل هو المؤسسة النقابية الأكبر من حيث العدد، لكن فما 3 مؤسسات نقابية موجودة تنشط اليوم في البلاد. الإجابة وين تجي بالضبط؟ الإجابة هي نقابة وطنية مستقلة مثل نقابة الصحفيين، مثل جمعية القضاة أو نقابة القضاة، مثل الهيكل تمثل المهندسين والأمين. هي ما تنتمي لحتى حد، كان الأستاذ الجامعي.
ما عندهاش لا تنتمي لأي مركزية نقابية. تأسست في 6 أكتوبر 2011 واليوم متواجدة بقرابة 90 جزء جامعي. عندنا أكثر من 1500 منخرط، ونحب نعرج أنه تمثيليتنا تمثل تقريبا حوالي 40% من الخارطة النقابية بالتعليم العالي، حيث أنه 75% من الجامعين ما ينتميوش لحتى هيكل نقابي. حكينا قبليك على حكاية لابريز دوتاج بين الظفرين، كل واحد يرمي في الكورة للآخر شكون اللي قاعد يرتهن في مستقبل الطلبة. برشا منهم أساتذة متاع تعليم عالي اللي ما همش موافقين على الإضراب هذا، كانوا يفضلوا طرق أخرى للتعبير على الاحتجاج، بمعنى يقول لك الامتحانات شيء مقدس، ينجموا نعملوا الامتحانات لكن من بعد ما نهبطش لنوت، معناها نحتاج بطريقة أخرى، مش معناها تأجيل توت اون سيسيون معناها بالنسبة للطلبة، وتعرف مدى أهمية الامتحانات. هو المثال التونسي يقول لك ما يلزك على المر كان اللي أمر منه. احنا علاش بعد الاستشارة بطبيعة الحال قمنا بالامتناع عن إعطاء مواضيع الامتحانات لأسباب عدة. الأسباب الأولى أنه الإضراب الإداري مش أول مرة يصير بالجامعة التونسية، صار سنة 2005. وفي سنة 2005 وقت اللي صار الإضراب، الأساتذة وقت اللي امتنعت عن أخذ أوراق الامتحان، وقع أخذ أوراق الامتحان الأساتذة ذيك وتم إصلاحها ما نعرفوش من شكون بطريقة معناها عشوائية. هذا إلى جانب أنه الأساتذة اللي خذت الأوراق متاع الامتحانات وخلتها في المنزل تم بعث عدول المنفذين المنزل لافتكاك الأوراق هذه اللي هي مش من ملكية الأساتذة. هذاك علاش احنا حاولنا أن نتصرفوا بالطريقة الأسلم والطريقة القانونية هذه. هذا إلى جانب أنه في حالة عدم معناتها حجب الأعداد، احنا نعرف الوزارة هذه قمت بإضراب بيومين، والدولة التونسية مطبعة مع الإضرابات، يعني مش يقعد يستناك لحتى شهر جوان باش نوصلوا معناتها لمرحلة تصادمية مع الطلبة. وتعرف أنت الهاجس الكبير وهاجس السنة البيضاء، دونك خيرنا أنه نتحركوا على بكري باش نعطيه فرصة للوزارة باش أنه تراجع نفسها وأنه تتعامل مع الموضوع بجدية. هذا هو السبب الأساسي. وقلت لك أنه الإضراب ماناش نرتهنوا فيه في الطلبة، لأنه امتنعنا فقط عن إعطاء مواضيع الامتحانات، ونحن سنقوم بالتدريس ابتداء من السداسي الثاني، لأنه نعرف أن التحصيل العلمي هو الأهم. مصداقية شهادة تتمثل في أنه في المحافظة على التحصيل العلمي للطلبة، وإذا كان فما نية حقيقية من الوزارة في ظرف معناتها أسبوعان وثلاثة أو على أكثر تقدير يمكن معناتها مراجعة جدولة الامتحانات. عمرها ما كانت مشكلة الامتحانات، احنا كي كنا طلبة وكنا صغار حتى امتحانات السداسي الأول كنا نعديهم في آخر السنة الجامعية. معناها اليوم السداسي الثاني، امتحانات السداسي الثاني ما همش في اللعبة اليوم، ما همش غير مطروح كونه يتم تأجيل كذلك الامتحانات تاع السداسي الثاني في حال انه الوزارة ما تفاعلتش معكم في صورة بقاء الأمور كما هي الآن. احنا الوزارة قاعدة تتفاعل معنا على شكلة العصا الغليظة. يعني مش معقول انك انت عندك أزمة بهذا الشكل، واللي نحب نقوله احنا نطالبوا، مانيش نطالبوا بزيادة، رانا نطالبوا بتطبيق القانون، احترام سلم التأجير. القانون التونسي يقول شهادة دكتوراه هي أعلى شهادة وطنية، ولا محالة فما شهادات أخرى أعلى منها كما شهادة التأهيل الجامعي، ويقول أنه حامل الدكتوراه يخول له أن يكون في السلم 7 من درجة المهارات اللي هو أعلى سلم في التوظيف العمومي. احنا نشوف اليوم أن الدولة هذه ما هيش قاعدة تطبق في القانون هذا، وهذا يشكل عيب كبير. لأنه احنا شنو نحب نكونوا دولة قانون ودولة مؤسسات، ويزيد على هذاك الأخطار الكبيرة المنجرة عن هذه الفوضى، حيث أنه أكثر من 4000 أستاذ جامعي غادروا اليوم وهاجروا، حيث أنه طلبة اليوم ما عادش تلقى مؤطر، ما عادش تلقى أستاذ، حيث أنه 80% والأرقام هذه معناتها عملتها معهد إحصائيات 80% من الأساتذة عندهم النية في الهجرة. الجامعة العمومية قاعدة تغرق اليوم ونحبوش يصير لها مثل ما يصير المستشفى العمومي. كانت فما حاجة تميز الدولة التونسية الحديثة اللي اسمها المسعد الاجتماعي، والكلمة اللي نقولوها القراية تجيب. يعني أنت الروبير متاعنا مفروض أن تبنى على الكد والاجتهاد والعمل. اليوم نشوفوا أنه الروبير عند الشاب ما عادش الأستاذ اللي ينجح ويقرأ كما احنا كنا نشوفوا أساتذتنا الكبار وقت اللي كنا في الجامعة التونسية. الروبير متاعنا اليوم هو المهرب وربما الغبار أو الزطال، وهذا شيء كبير. سي
زياد، علما وانه في الترتيب الاخير للجامعات، الجامعه التونسيه جامعه تونس المنار كانت قدمت معناها مراتب كبيره، سواء في الترتيب العالمي وفي افريقيا كانت في ال100 جامعه الاولانيين. يعني ما نعرفش الان نشوفوا شطر الكاس المليان ولا شطر الكاس الفارغ. لا انا مش نزيد نعطيك معادله اخرى على ترتيب الجامعات. اليوم نجيو مثلا ناخذوا جامعات كما في السعوديه اللي هي متقدمه في الترتيب. بشكون متقدمه؟ بالكفاءه التونسيه. الكفاءة التونسية وقت اللي تخرج للخارج وتلقى الإمكانيات متاعها تشع. احنا علاش احنا تونس متميزة بالذكاء، رأس المال هو الذكاء البشري هذا. وكما قلت لك الجامعة هذه إلى حد الآن ساهمت في القضاء، في الحد على الأقل، في الحد من ظواهر الشعوذة والإرهاب والدجل والعنف والدواعش. إذا كان احنا الجامعة العمومية هذه نخليوها تسقط، شنو ما الأوروبيين مش يقعدوا اليوم؟ دونك 700 ربما فما تقدم صحيح، ولكن أنا أعتقد أنه بالكفاءات اللي عنا مفروض أنه نكونوا في مراتب متقدمة جدا، خاصة وأن الكفاءات متاعنا هي اللي قاعدة تقدم بالجامعات البرة. الكفاءات هذه اللي الدولة خسرت عليها المليارات، اليوم قاعدة تقطف فيها الدول الأجنبية على طبق من ذهب. واضح. أنا حبيت أن نقوم جست ملاحظة صغيرة قبل ما نعطي الكلمة لإسكندر باش يعلق على الموضوع. في تفاعلكم مع وزارة التعليم العالي نلقاو مثلا في بداية شهر جانفي الوزارة تصدر بيان وتقول فيه من ضمن الكلام اللي يتقال اللي الوزارة ستعمل على تحسين الوضعية المادية وظروف العمل للأساتذة الجامعيين بشكل معناتها تصاعدي بشوية باش يصير الموضوع هذايا رغم كل الصعوبات اللي تعيش فيها تونس. بون معناتها اللي يقرأ جملة كي من هكايا فما تفاعل غير ما يقول قائل معناتها مع الأساتذة الجامعيين، ولكن يمكن باش يصير الأمور بشكل تدريجي بروغريسيفمون. ولكن مادام معناها الارقام هي اللي تعطي، خاطر احنا كما قلت لكم فو با رونتري دون ان بروسي دانتونسيون. تجي تشوف انت تلقى ميزانيه البحث نقصت بنسبه 75%، ما نعرفش كيفاش باش تحسن الامور. تجي تشوف انت الاستاذ الجامعي اليوم حتى ماركور باش يكتب على التابلو ما عندوش، ما نحكيوش على البيروات وغيره، ما نعرفش كيفاش باش تحسن الامور. هذه المساله هي مساله امن وطني ومساله اولويه الدوله، مش كلام. يلزم انت ميزانيه البحث العلمي نتاعنا مترديه جدا بارابور ميزانيه الدوله، معناتها اقل ب 15 16 20 مرة من ميزانيات دول متقدمة. فما دي لابوراتوار دو ريشيرش كم أخذوا 0 مليم، فما دي لابوراتوار دو ريشيرش عنده 2000 دينار. حتى ما يخلصوش باحثين، ما ياخذوش منحة البحث نتاعهم اللي باش ينجم يتحرك بها يبحث بها ينشط بها. منحة لا شوف نعطيك مثال. معناتها أنت توا باش تمشي تشارك في الملتقيات العلمية تحب لك على الأقل 3000 دينار. أنا مثلا في السنة الماضية شاركت في ملتقى علمي في بولونيا، قعدت نجري قرابة 4 أو 5 أشهر باش نتحصل حتى أموا على 500 دينار باش نعاون بها، وفي الآخر ما تحصلت على حد شيء ودفعت من جيبي. حتى الانخراطات في المجلات العلمية الوزارة ألغتها. يعني مش احنا ما حسناش بالكلام، حسيتنا معناتها امور ملموسه على عين الواقع. تشوف انت توا الهجره هذه فما دي ليسونس كاملين معناتها سكروا. انا استاذ ادب انجليزي، عندنا ليسونس ابليكي سكرت وعندنا ماستر سكر، خاطر معناتها لي بروفيسور خرجوا لبرا خاطر ما فماش امكانيات لهنا في تونس. اسكندر والله الكلام اللي تقال كلنا عشناه، كلنا شخصيا عشتوا معنا لي بروبليم دي بروبليم تاع بيروات، لي بروبليم تاع كنترول ديبونس من الوزاره الاولى اللي ما يفهموا شيء. كي تقول له انا عندي بابي باش نقدم وراه يلزمني، يقول لك لا حط مكتوبك وارجع. وانا صارت لي حطيت مكتوب يقولوا اليوم لا ما رجع لي حتى فرنك، ولك الحمد لله البابي تقبل وتعدى وبوبليي وعدينا به لي كونكور. هذوم الكلهم مع الاسف، وديما الوزاره ديما تجاوب الحكايه هذه. نقط حاجه واحده بتاتر ماناش متفقين فيها، هي ديما انا نحب ديما ليتيديون يقعد ابار. معناها وحكي قلت هنا ما الاخر نعاود نقولها، الامتحانات سي ليني روج بور نو. معناها نقول على ليميت نعدي الامتحان مثلا بون دخلت ما نحبش تدخل فيها، ما نحبوش تدخل فيها عاد منفذ وكل حكايه فهمتني. نعدي الامتحان ونشوف انا بعد كيفاش نتصرف. اما لان انا معناتها نقريو في ناس نعرفوا الوضعيه الاجتماعيه نتاعهم معناها متوسطه، دونك اللي يقول لك والديه صارفين عليه دمهم، سامحوني في اللفظ هذايا، ويجي في الامتحان وما عندوش امتحان اكسترا، راهو سي توت ان اوريزون كي فا ايتر نوارسي. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنا سمعت حاجة عندها 4 على 5 أشهر ولا 6 أشهر، عندي أصحابي قضاة زادوهم 1,000,000 وسيرتنمون يسمعوا فيا وأصحابي بالكدا وحكينا في الموضوع ومتفقين معايا 1000%. تو قاضي سامحني مع كل احتراماتي ليهم، داكور، مش الناس الكل، الأغلبية منهم، خاطر برشا منهم نعرفوا الحكاية باهي، داكور. باك بلس 5 ماكسيموم ولا
باك بلس 5 معناها ليسانس ان دروا، عامين كونكور لا ماجستراتور اكسيتيرا كل بلاي باك بلس 5 اكسيتيرا تجي تزيدوا مليون. ولي بروفيسور اللي عندهم باك بلس 25 اي ما القضاة يقول لك فما ستاتيو خاص شويه. مش صحيح مدام، هذه مغالطه. هذه مغالطه. شنو الستاتيو؟ مثلا امشي بس في بريطانيا باغ اكزومبل عندك لا مدام، هو السيد وزير التعليم العالي على المنبر. نحكيو غري دو سالير. خلينا نسمعوا بعض. صحيح ولا؟ السيد وزير التعليم العالي على المنبر هذا، وكان الاستاذ نجم الدين جويدة عطاها الرد، قال انه القضاة عندهم ستاتيو خاص. مش صحيح، القضاة ما عندهم ستاتيو خاص، هما ينتميوا للقطاع الوظيفة العمومية، وهما الآن قاعدين يطالبوا بستاتيو خاص، خاطر احنا طالبنا باحترام سلم تأجيري. نحب نأكد أستاذ أنه رانا احنا ماناش في صراع ما بين قطاعات وغيرها، ونعتبروا أنه أي قطاع يستحق في تونس، ولكن اللي نديو به أنه راهو مبدأ دولة القانون المؤسسات مبني على مبدأ العدالة وعدم التمييز، ونعتبروا انه نتاكد انه معناتها الزملاء القضاة انهم ما يختلفوش معنا على مساله هذا الحق واعتماد العداله وانتفاء مبدا التمييز، علما وانه في سنه 2002 القضاة كانوا يتظاهروا باش ينظروا مع مساعدين التعليم العالي. اليوم القضاة هم ياخذوا اكثر من البروفيسور جرون بي اللي عنده قفه مش هيك، واللي كون اجيال واجيال. والرد على مغالطه اخرى يقولوا احنا بطبيعه الحال نحييه قطاع القضاء وعنده دور فعال في مقاومه الارهاب وغيره، ولكن انا اكثر انسان يقاوم الارهاب في تونس. التعليم والعلم والجامعة هي اللي تقاوم فعليا الإرهاب في تونس، وهي اللي تتنور في العقول في تونس. وعلى هذا الأساس كما قلت لك احنا راهو معركتنا هي معركة الجامعة العمومية هذه اللي نحبوها تبقى تنافسية للزوال والبطال، باش ما يكونش فما انتساب خاص للتعليم الخاص، ما يصيرلهاش كما صار المستشفى العمومي. هذه المعركة نتاعنا احنا. هو الأستاذ ينجم يقول لك في ظرف أسبوعين أو 3 أسابيع أي واحد فينا ينجم يمشي يدبر كونترا ويخلص 6 أو 7 مرات قدر الراتب نتاعو، ولكننا خذينا شهدنا من البرا ورجعنا لتونس وخيرنا البقاء في تونس وخيرنا أنه نحاربوا على الجامعة العمومية هذه. في 20 ثانية اليوم شنو ينجم يصير لكن ما وصلتوش لاتفاق مع الوزارة؟ حاجة اللي ما نتمناوهاش بين احنا اللي نتمناوه اللي نحبوه فعليا. وين وصلتوا اليوم فعليا؟ احنا نحبوا الوزارة تحترم الكفاءات نتاعها، نحبوا الوطن هذا يحترم الكفاءات هذه. ما فماش بلاد ما تتقدمش اذا كان ما تحترمش الكفاءات نتاعها. في اليابان قالوا لهم الامبراطور اليابان وما ادراك، قال تلفت الجامعين قالوا لهم اعطيناكم راتب وزير وحصانه برلماني. اذا كان الوزاره مش تحترم الجامعين ومش تتحاور معهم، واحنا هيكل دستوري واضرابنا قانوني، احنا ماناش مستعدين باش نتنازلوا على حقوقنا قيد انمله. بمعنى السداسي الثاني هل فيه محل رهان ولا ماهوش محل رهان؟ السؤال يسأل الوزارة على خاطر احنا لا ليك انت يا سي زياد انت تو قدامي نهار اللي تبدا الوزارة قدامي نوعدك نسأله لها. انت تو الوزارة قاعدة شنو تعامل معها؟ قاعدة تعامل معاك اليوم بسياسة العصا الغليظة. ما قبليك وانت ماكش حاب تجاوبني سي زياد. بالنسبة للسداسي الثاني هل انه امتحانات السداسي الثاني محل رهان اليوم اي ولا لا؟ محل رهان في حالة تعنت الوزارة. واضح. شكرا لك يعطيك الصحة. منسق عام وطني مساعد للاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين. إجابة إكسبريس اف ام تزيد في القيمة. الأخبار. مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في هذه النشرة المفصلة للأنباء، ونبدأها بالعناوين.